الميدان. أنهينا هذه النافذة. شكرا جزيلا لك محمد. شكرا أمين. عودة إليكم في الاستوديو. شكرا لك محمد الوضاحي وأمين السبتي من مقر تدريبات المنتخب المغربي في تدريبه الأخير استعدادا لمباراة المربع الذهبي أمام نظيره الفرنسي. شكرا لكما. عود لضيفي في الاستوديو. خبر سلبي بكل تأكيد، نايف أكرد ورومان سايس يبدوان غير جاهزان لهذه المباراة. نعم، كان من المتوقع لأن حتى سايس ما كملش المباراة الأخيرة، ولكن هناك بدائل. أنا قلت لك كاين بدائل على المستوى الفني، ما عندناش مشكل. كيبقى الثقل النفسي والذهني تاع سايس هو اللي غيقدر، لأن يلزم هذاك المنتخب يلزمه قائد. فسايس يعني الدور تاعو كقائد يعني كيأثر شويه في المجموعه، ولكن هذا ما كيعنيش بان غيكون هناك يعني دروب او شيء من هذا القبيل. ولكن كنظن ان وليد الركراكي انتبه لهذا الموضوع ويحاول انه يعني يلقى يعني بديل، مش بديل يعني اللاعب، ولكن بديل ذهني اللي يقدر به يشجع به يعني اللاعيبه ويحمس به اللاعيبه. بالنسبه للمنتخب المغربي اللي كيعتمد اساسا على الجانب النفسي والذهني، الوليد الركراكي يعتمد كثير على الجانب النفسي والذهني والتحفيزي للاعبين، بالاضافه الى المنظومه الدفاعيه المتماسكه اللي تقريبا اللعيبه كلهم يعني حفظوها بطريقه يعني سلسه. وحتى البدلاء لما يدخلون ما كتحسش بانه هناك تغيير او هناك ضعف او هناك نزول في المستوى، كيبقى نفس المستوى. وهذا شيء مؤشر جيد على ان البدلاء تاع يعني دكه الاحتياط تاع المنتخب المغربي اقوى من بدلاء المنظومه الهجوميه تاع المنتخب الفرنسي، لان المنتخب الفرنسي لما سوف لن يجد الحل يلزمه بديل. البديل ايش؟ البديل هجومي، لان اساسا المنظومه تاع المنتخب الفرنسي هي منظومه هجوميه. اذا البدائل اللي عنده في الدكه مش اقوى من البدائل اللي موجوده، فالحل يلزم يكون داخل يعني هذوك ال 11 لاعب. لان انا دائما اقول ان بالنسبه للمنتخب الفرنسي هو منتخب ال 11 لاعب، بدلاء مش بالقوه يعني اللي بقوه تاع هذوك اللاعيبه ال 11 اللي يلعبون. اوكي، بالنسبه تكلمت قبيله على المساحات وعلى تسكير يعني المساحات بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، وطبيعه لعب المنتخب الفرنسي اللي كتحتاج لمساحات، لان يحتاجون الى السرعه. ديمبيلي ومبابي يحتاجون الى مساحه على اساس انهم يفرضوا نفسهم، فالمساحه ما حتكونش موجوده. حنشوفوا الخيار الثاني وهو الكرات المباشره لمين؟ لجيرو. ولكن الكرات المباشره يلزم تهيئها. فين حتهيئ؟ كتهيئ اما في الوسط واما عبر الاطراف. اساسا الوسط مغلق بالمرابط، لان غريزمان حيلقى امامه منظومه دفاعيه قويه وامامه مرابط اللي كنعتبره انا من خيره اللاعبين الوسط الميداني اللي استرجعوا كرات كثيره، فهو هيلقى مشكله. وعلى الاطراف مسكره. اذا هنا بالنسبه لديشون حيلقى بكره مشكل كبير في محاوله يعني الدخول يعني في العمق الدفاعي تاع المنتخب الوطني، وتكسير هذه القاعده ديال ان ولا فريق سجل على المنتخب المغربي الهدف، حتى الهدف اللي جا من طريق عن نايف أكرد. اذا وحتى المنتخبات اللي مرت منتخبات متنوعه في الاساليب. لما تشوف المنتخب الاسباني اللي كيعتمد على الاستحواذ، والمنتخب البرتغالي اللي كيعتمد على البناء العمودي، والمنتخب البلجيكي اللي اقوى، ورغم ذلك لم يجدوا الحل. اذا هنا حتى في التصريح تاع ديشون قال لك انا حاحاول نشوف الحل حتى استطيع انني استطيع فك شفره تاع الدفاع المغربي. في عجاله غياب رابيو واوباميكانو على عجاله اكيد هيضعفوا خط دفاع فرنسا، ولكن منتخب المغرب داخل بثقه، وخصوصا تاريخيا انت لعبت 5 لقاءات مع فرنسا وديا من بدايه 1989 ل 2007، قدرت تتغلب في دوري الالعاب 3-0، ثم كاس حسن الثاني قدرت تكسب بضربات الجزاء، ثم المنتخب الفرنسي قدر يكسب 5-1 في برضه الحسن الثاني، اللي جي قدر يتغلب ب 1-0 ثم تعادل 2-2. فاذا انت داخل بثقه تاريخيه وداخل طبعا بثقه نفسيه
وخصوصا وجود الجماهير، انت اكنك بتلعب على ملعبك في المغرب هنا في الدوحه. نتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخب المغرب. مباراه هتبقى ما بين من وجهه نظري الشخصيه فريق يمتلك الكره يبحث عن خلق المساحات، وفريق متكتل دفاعيا يبحث عن فرصه يقتل بها المباراه. شكرا لك كابتن سمير صبري لاعب المنتخب المصري السابق. شكرا لك كابتن منير آيت صالح المدرب والمحلل المغربي. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. سنتواصل معكم في هذه التغطية دائما وأبدا على